ازيكم يا بنات؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واخيرا بقى جيت لكم فيديو جديد. بس لو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش كده يا امرايه اللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا نشوفوا فيديو النهارده. وما تنسوش كده لو انت برضو بتشوفي الفيديو على البيج الفيسبوك ما تنسيش المتابعه علشان يوصلكم كل جديد. وفيديو النهارده بقى يا بنات كل سنه وانتم طيبين، وده جزء من تنظيفات رمضان. وبعد كده ما عملت معاكم اوضه النوم ورتبتها وظبطنا الدولاب مع بعض وخليناها كده ايه اوضه عروسه من تاني. وظبطت كمان معاكم اوضه الاطفال ورجعناها برضو كده يعني ايه اوضه عروسه برضو. وكده قلت بقى يلا نشيص على السجاد ونخلي كده المكان بصوا بينور من النظافه والجمال. بجد السجاد لما بيتغسل بينور كده الشقه، بيبقى حاجه كده جميله. لان كمان لو عندكم اطفال لازم تغسلوا السجاد بقى اول باول علشان خاطر الاطفال والحاجات اللي بيكبوها، او ممكن سوري في اللفظ يعملوا مثلا بيبي عليه، او يكبوا حاجه او كده، او يكبوا ميه حتى، فبيعملوا روايح كريهه جدا للمكان. فاحنا علشان نتفادى كل الحاجات دي فنعمل حاجاتنا اول باول. ولو احنا مشينا على الجدول اللي انا قلت لكم في اول التنظيفات، صدقوني بلمسه بسيطه كل حاجه هترجع جميله تاني بمنتهى السهوله ومن غير مجهود ولا وقت خالص. وكل حاجه هتلاقي كده ايه بتتعمل لوحدها يعني فهمتوا ثانيه. فربنا يا رب يعين كل بنوته فينا، ويعين كل ام شايله مسؤوليه كبيره قوي على ظهرها، ويشيل كل كمان بنوته تكون ام وبتشتغل وست بيت وبتعمل كذا شغلانه في وقت واحد. وزي ما انتم شايفين جبت بقى كل المشيات بتاع الطرق عندي، وكمان جبت سجاد اوضه الاطفال، وجبت كمان كنت غاسله قبل كده برضو سجاد اوضه النوم برضو غسلته قبل كده، ودي مره تانية غسلته. فعمال بصوا يعني غسلته كذا مره من كتر البهدله بتاع الاطفال. وده كده مشيت الايه الطرق. بصوا يعني كان بقى ايه حفلة سجاد، فغسلته كله وشيصته وخليت كده النفسية جميلة جدا جدا يعني. وكده كل السجاد بقى معايا نضيف خالص. وكمان غسلت سجاد الريسبشن، ناقص لي سجاده واحده بس وسجاد اوضه الاطفال، وبكده يبقى احنا عملنا اللي علينا. وندخل بقى على تنظيفات بقى المطبخ وباقي التفريزات مع بعض، وان شاء الله هتستفادوا كتير قوي قوي معايا وهنشجع مع بعض. عاوزه اقول لكم بقى بصوا احنا علشان نغسل السجاد كويس جدا وما نتعبش ونعمله كده بسهوله، اول حاجه نغرقه ميه كويس جدا ونسيبه شويه ينزل كل الاتساخات اللي فيه. وبعدين نحط بقى ايه خلطه المسحوق. انا بحط بصوا ربصه على بريلا